السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو حلو كده، هعمل لكم صنف حلويات كده. بصوا، اطفال كبار اي حد كلهم بجد، يعني كلنا بنحب الصنف ده جدا. والصنف ده هو كوكيز سهل جدا. بصوا، هيتعمل في اقل من 10 دقايق، يعني والله سريع جدا، حلو جدا، وكل الاطفال بيحبوه، وكمان مغذي جدا، ويعني بصوا تحفة. بس قبل ما نبدأ نشوف المقادير والطريقة، يلا بينا نصلي على النبي ونشوف المكونات بتاعته ايه. بس بصوا، قبل ما نبدأ هوريكم عامل ازاي. بصوا، مقرمش وفي نفس الوقت من جوه طري سنة، يعني في سنة طراوة وسنة قرمشة، بجد تحفة جدا. تعالوا نشوف يلا هنعمله ازاي. وقبل ما نبدأ انزلوا صلوا على الرسول في الكومنتات، ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. اول حاجه معانا كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من السمنه السايحه او الزبده، نص كوبايه من السكر، ومعانا بيضايه واحده ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وكيس فانيليا ومعلقه كبيره من النشا. اول حاجه هنبدا نحط السكر بتاعنا. بعد كده هنبدا ان احنا ننزل بنص كوبايه السمنه بتاعتنا. ممكن نستخدم زبده، بس اهم حاجه تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني هتكون سايحه اصلا في الحر اللي احنا فيه ده. السكر ممكن انا هنا مستخدمه السكر الناعم اللي هو بتاع بره. انتوا ممكن لو عايزين تستخدموا سكر باودر ممكن تطحنوه عادي جدا وتستخدموا سكر باودر. نبدا نقلبهم كويس جدا، ولما يبداوا يدوبوا معانا كده شويه هننزل عليهم بالبيضايه بتاعتنا وكيس صغير من الفانيليا بتاعتنا. تمام، عايزين تستخدموا فانيليا سايله مفيش مشكله عادي. نبدا بقى ان احنا نقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يندمجوا خالص، وما يبقاش فيه اثر للبيضه ولا للسكر. نبدا ان احنا ننزل بالدقيق واحده واحده، ما ننزلش بالكميه كلها علشان ما تنشفش مننا ونضطر ان احنا نستخدم ميه او لبن او اي سوائل. تمام. بعد كده هننزل بمعلقه كبيره من النشا. النشا يا جماعه بيديها القرمشه اللي من بره دي، يعني بيديها قرمشه وفي نفس الوقت طراوه. وهننزل بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما نكترش علشان الكوكيز بتاعتنا ما تفرش قوي مننا. نبدا بقى ان احنا نقلبه. تمام، واول ما يدخل على المرحله اللي هي عارفين انتوا اللي هو بيبقى متفرول دي، والدقيق خلاص امتزج مع بعض، وهنبدا بقى ان احنا نعجنهم بايدينا. تمام، هفضل اعجن بقى لحد ما توصل للقوام القمر ده. ابدا بقى اخد واحده واحده كده، اجيب الحته، نحاول ان احنا نخليهم كلهم مقاس واحد. ممكن نعمل بالمعلقه المعياريه. تمام. هنا كانوا دول اخر حبه شوكليت شيبس عندي، انا كنت ناوي اعملهم بالليل، واول ما صحيت بصراحه نسيت ان انا ما كانش عندي شوكليت شيبس. بس طبعا الجيش قال لك ايه؟ الجيش قال لك اتصرف. انا طبعا اتصرفت. لا، بدور في التلاجة وبدعبس كده، لقيت في عندي الشوكولاته بتاعه العيد، يعني شوكولاته كانت متبقيه عندنا من العيد الكبير وكده. اخدت الشوكولاته، بدات ان انا اقطع فيها قطع كبيره، يعني القطعه مثلا بمقاس القطعه اللي انتوا هتشوفوها، استنوا دي. بصوا القطع اللي انا بحطها دي، يعني حته تتقطع معانا كبيره، حته تتقطع صغيره، يعني على حسب ما تتقطع معانا. بس نحاول ان احنا ما نخليهاش ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. انا حطيتها في الفريزر عشان اعرف اقطعها من الجو الحر ده، لان بصراحه يعني الشوكليت شيبس اثرت معايا وكده، بس عادي انا اتصرفت، ما تقلقوش. ممكن بقى لو ما عندكوش شوكليت شيبس او عندكوا اي نوع شوكولاته تقدروا تحطوها عادي جدا. وعلى فكره انا شفت ان في شوكليت شيبس بيضه، يعني ممكن نعمل العجينه بني ونحط فيها الشوكليت شيبس بيضه برضه، هتبقى تحفه جدا بصراحه. تمام، نبدا بقى. ممكن ان انتوا يعني تخلوا حجم الكوكيز اصغر من كده شويه، علشان هي هتبدا ان هي تكبر معانا، واكيد انتوا شفتوا في اول الفيديو هي حجمها عامل ازاي. تمام. هبدا بقى ان انا اجيب قطع الشوكولاته وابدا ان انا احطها في العجينه كده، زي ما انتوا شايفين. ممكن نمسك العجينه نفسها نحطها فوق الشوكولاته ونكفيها كده على الشوكولاته عادي. انا هنا خليت مسكت، شايفين الطبق الاخضر ده؟ انا مسكت العجينه كلها وكورتها كده وظبطتها علشان يبقوا كلهم مقاس واحد. بعد كده بقى علشان نسهل برضو الموضوع علينا ونبقى اسرع وكده، ما ياخدش معانا 10 دقايق، هنمسكهم نكورهم كلهم. بعد كده نبدا ان احنا نحطهم في الشوكولاته، يعني نكور الكميه كلها بعدين نمسك الكميه كلها نحطها في الشوكولاته. وده براحتكم جدا علشان يعني اختصارا للوقت والمجهود وكده. بس بجد والله يا جماعه تنفع للفطار، تنفع بقى واحدتين كده وقت العصريه مع فنجان قهوه او كوبايه شاي، يعني بصوا تحفه جدا واحلى. ولا تقولوا لي بقى ولا العبد ولا ما مش عارف، مش عايزين نذكر اي ماركات بقى تانية. بس بجد تحفه جدا والله وسريع وما اخدش مننا. يعني بصوا بقى، صح هكلمكم عن التسويه. التسويه هنحطه، نفتح الفرن الاول، نسخن الفرن، بعد كده نبدا ان احنا 10 دقايق ربع ساعه
من الفرن من تحت. بعد كده نبدأ ان احنا نشغل الشواية 5 دقايق كده ولا حاجة، بس الشواية نقف جنبها. هنا كنت خلصت العجينة كلها تمام، ودي الكمية كلها اللي طلعت معانا، يعني من الكوباية ونص دي عملنا الصينية دي بس. تحفة جدا. ممكن ان انتوا بقى تصغروا الحجم اكتر من كده لو عايزين الكمية تكتر معاكم. وده بعد ما استوى بجد تحفة جدا والله العظيم بجد. التسوية بتاعته 10 دقايق في الفرن من تحت، من 10 دقايق لربع ساعة على حسب النار بتاعتكم قد ايه. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا بعد ما نطفي الفرن نفتح الشواية بتاع من 4 ل5 دقايق كده ولا حاجة تمام. بس نفضل واقفين جنبها لحد ما نلاقي اللون بدأ يدخل على البني الفاتح او الذهبي الفاتح ده. نطفي بقى النار وكده خلاص، نطلعها تبرد شوية وما نجيش جنبها غير لما تبرد تمام. هي الشوكولاته ما ساحتش ولا نزلت مننا ولا وقعت ولا اي حاجه، الشوكولاته ثابته. هنا انا كنت مقدماها مع كوبايه شاي، دي اول ما طلعت من الفرن تمام. نمسك الواحده نكسرها، بصوا تحسوا ان هي بتتكسر بعد شويه، بس مقرمشه جدا، يعني مقرمشه جدا من بره، ومن جوه تحسوا ان هي طريه كده. يعني بجد ميكس رهيب بين الطراوه وبين النشوفه، يعني مش يعني هي بصوا تحفه من الاخر بصراحه، يعني لازم تجربوها بعد الفيديو ده. هنا بقى قلت يعني كوبايه الشاي دي كانت للجماعه في البيت، هنا بقى اعمل ليا انا القهوه دي بقى وقت العصريه كده. يعني هنا دي الميكس بتاع القهوه الفرنساوي اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، هبقى احط لكم الرابط لو ما شفتهوش. بجد قهوه تحفه جدا يعني، ولا تقولوا لي يا ابو عوف ولا تقولوا لي اي حد بقى تمام. هجيب معلقتين كبار كده من القهوه بتاعتنا او التحويجه اللي انا عاملاها، وهبدأ انزل بمعلقتين من السكر او السكر حسب الرغبة. طبعا احنا عارفين ان مقدار الفنجان كل فنجان عليه معلقة ونص بن، والسكر حسب الرغبة، لو مظبوط معلقة ونص سكر، لو زيادة يبقى معلقتين من السكر، وطبعا كله حسب رغباتكم انتوا. نبدأ نقلب السكر والبن كويس جدا مع بعض، ونبدأ ننزل عليهم بالمية بتاعتنا. طبعا احنا نكايل الفنجان، بس انا حافظة التكيلة بتاعتنا، تكيلة اهو المكيال يعني بتاع الكنكة بتاعتنا، فمش محتاجة ان انا اكيل تمام. نبدأ بقى نقلبهم على البارد زي دلوقتي كده. بعدين بقى يعني اقلبها كويس جدا لحد ما تدوب والتكتلات دي تروح، بعدين ابدأ ان انا ارفعها على النار تمام. بس لازم التقليب يكون تقليب محترم. وبعد بقى التقليب الطويل وان احنا خلاص فتفتنا كل قطع البن والحاجات دي كلها، نبدأ نرفعها على النار على اوطى حاجة عندنا على النار تمام. بعد كده بقى نبدأ نصب فنجالين. كنت انا والحاجة دخلنا بقى وقت العصوري كده، قعدنا في البلكونة. هوريكم لسه الشارع انتوا شفتوه في الاول، بس هوريكم بقى القعدة القمر اللي احنا عملناها بجد، يعني والله العظيم تنفع وقت العصوري جدا وتبقى تحفة. جبنا طبق كوكيز صغير كده، بس انا اللي قعدت في البلكونه، هم قعدوا جوه ما استحملوش الجو في البلكونه بصراحه، بس كان تحفه. ده بقى الشارع بتاعنا تمام. نجيب بقى طبق الكوكيز وفنجان القهوه نحطهم على السور ونقف بقى او نقعد، بصوا اللي انتوا عايزينه بجد. انا هنا قلت اصور لكم، وبعدين بقى رحت جايبه كرسي وترابيزه ورحت قاعده في البلكونه، وبصوا تروقوا دماغكم من كل حاجه عندكم، يعني بجد تحفة جدا. لو وصلتوا بقى للجزء ده من الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو كده من كومنتاتكم القمر دي. ويا جماعة شاهدوا الفيديوهات عشان انا المشاهدات عندي قربت تقع خالص تمام. لازم تشاهدوا الفيديو من اوله لاخره، يعني هو الفيديو ما بقاش طويل قوي، يعني هو 9 دقايق بالكتير، بس سهلة اهي. والله بس كده بقى. لو وصلتوا للجزء ده ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو واشتراك لو انتوا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بس كده، مع ألف سلامة، وربنا يا رب ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، وباي.